ايه يا عمه؟ كلام العرب قايمه قيامة مدينة. انت ما تدرين يا عمه، في واحد من ربعنا قتل راعي من رعيان الشيخ فاضل. ما ادري، لكن القاتل ترك شبريته. والشبريه ما دلت على القاتل. الشيخ مقبل قاعد يتحرى. من اللي ساوى الفعل الشيء؟ مصيره يا عمه ينعرف وياخذ جزاته. بخاطرك يا عمه. منه لله. المن هاي الشبريه الربع ردوا عليها زين، اللي عرف راعيها يقول. عز الله انها شبريه وضاح. متوكد؟ اي متوكد، شبريته ما تخفى عني ابد. وين وضاح؟ تلاقيه مع غنام. نعم، تعال معي يا فوزان. صباح الخير يا غنام. صبحك الله بالخير. يا هلا فوزان. خير يا شيخ مقبل، وش فيه؟ بواحد من عربنا ذبح راعي من عرب الشيخ فاضل. ذبحه؟ ومن يتجرأ على فعل شينه مثل هذه؟ صاحب الشبريه هذه. معقول؟ هذا شبريت وضاح. وين لقيتوها؟ مغروسه بظهر الراعي المسكين. وضاح قاتل؟ وضاح قاتل؟ لا ما لقيت. وليه لا يا غنام؟ ما دام الشبريه شبريته وكاد انه هو. اسكت يا فوزان، اسكت يا فوزان. وضاح ما يساوي هيج سوايه. انا اشك بروحي وما اشك بوضاح. لحد شلون وصلت لظهر الراعي؟ انا ادري، قول له. ويكاد بي واحد سوى هيج سوايه لاجل يتهم وضاح بالتهمه الباطله. وما يكره وضاح لهالحد لاجل يتهموا التهمه الباطله. ما ادري يا شيخ مقبل، ما ادري، الله اعلم. لكن وضاح بريء. لو كنت مكاني وش تساوي؟ وش تقول لعرب الشيخ فاضل؟ الشيخ مقبل الزوم تتحرى الامر. الحين بيلفي وضاح ونعرف الحقيقه. وضاح ما ظنه يلفي، وكاد انه انهزم. اسكت يا فوزان، بالله تسكت. معك حق يا غنام انك تتألم عنه، معك حق. لكن يا ما تحت السواهد واهي. انا ما كنت اقول لك وحذرك، لكن انت ما تريد تفهم. ما احنا بوقته الحين يا فوزان. ارجاك تسكت. المتهم بريء لحين تثبت التهمه عليه. انا ساكت الحين، ساكت انتظر رجعته. شلونك الحين؟ وين انا؟ انت بضيافتنا عند عقاب. سامع بعقاب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عز الله أنا ماني مصدق. يعني معقول وضاح يذبح الراعي
لا 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 أبد، وكاد بيب السالفة شيء. فوزان، ليكون أنت اللي ذبحته. ايش تقول؟ انت مهبول؟ وليه اذبح راعي مسكين ليه؟ داري، يجوز يعني انك ودك تنتقم من غنام وتحرق قلبه على وضاح. انا عارفك زين، انت دوم ما تحب غنام. وانت الثاني تحبه، ها؟ ليه ما كنت انت اللي قتلته بعد ما عرفت ان السراب طارت من ايدك؟ انا اعوذ بالله، انا بلعون ما اقوى على ذبح دجاجه. عاد اسكت، ما تحكي حكي ما هو زين. داري يا فوزان، ما هي سالفه تحير. يعني معقول وضاح ربيبه غنام يذبح بري؟ يجوز الطمع. وضاح يطمع بنيرات رواعي فقير. ويش معه هالراعي ها؟ وكاد ما تلقى جوات جيبه نيره وحده. وضاح اقتلوا للراعي مشان الراعي ما يكشف امره بعد ما سرق الحلال. فهمت الحين؟ لله ما فهمت. وضاح ما هو سارق. وش هذا الكلام يا مناور؟ ها؟ اشوف انك تدافع عنه. يا اخوي يا فوزان، يعني كلمة الحق ما تزعل. كلمة الحق ما تزعل. وضاح رجل فارس وشهم وما يساوي هذه السواية. ما صدق وضاح يكذب. بعد وينه؟ خلي يظهر يبري ساحته. هذا اللي محيرني يا شيخ مقبل، هذا اللي محيرني. وانا الحين ما ادري وينه، ما ادري. يعني الارض انشقت وبلعته. وكاد السالفة بيه كيدها من انسان ما يخاف الله. انا مثلك محتار وماني مصدق. يعني معقول وضاح الفارس الشهم يكون سارق حلال وقاتل؟ معقول؟ وش اقول انا يا شيخ مقبل؟ وش اقول انا اللي اعزه اكثر من روحي؟ وضاح انا ربيته بعد موت امه وابوه. وضاح مثل ابني، مثل اخوي، رفيجي. وضاح انا اللي علمته على الفروسيه والشجاعه والاخلاق. يا ريته يظهر ويقول شيء لجل يطمنا ويريح بالنا. عز الله لو ظهر وقال ما انا قاتل يكون مصدقه. يا شيخ مقبل علامك الحق يا شيخ. علامك خير، وش بيه؟ راعينا زاهي القناه مقتول بالامراح. زاهي قتل؟ الربع تايره وتقول اللي قتلوه هم ربع الشيخ فاضل. شيء عجيب. القدر معتجلين ياخذوا بثارهم. انا اتفقت مع الشيخ فاضل اني اتحرى عن الامر وارسل له، وهو وعدني انه ينتظر الجواب. هد الربع شيخ مقبل لا تسرع. وكاد السالفة بيها مكيدة من انسان ما يخاف الله ولا عنده ضمير، وده يوقع بين عربنا وعرب الشيخ فاضل. عز الله لو اغضبه لكون ذباحه مهما كان يكون. الضعف والعجز الذنبي. انا قادر اتحرك. ولا كان خذيت فلوسي ورحت ادور على وضاح لس بد ما القاه. حنا الحين بهالمصيبة هذه. وش اساوي؟ شور علي يا غنام. الشيخ مقبل روح للشيخ فاضل وتوكد منه. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وش اللي يصير؟ الفوقاني انقلب تحتاني والتحتاني انقلب فوقاني والواحد ما يدري وش يسوي. منك لله يا وضاح، منك لله. انت السبب. وبعدين يا طويل العمر ها؟ وبعدين يعني الديرة تنخرب هيج عينك بس ساهل، وحنا قاعدين وساكتين وكله لجل وضاح.
وش طالع بيدنا نساويه وما ساويناه؟ يا شيخ مقبل الزوم وضاح يظهر ونحقه قدام الشيخ فاضل وربعه لاجل نكف بلاهم عنه. اليوم يا الربع اليوم اذبحوا الراعي زاهي وباكر يا عالم من يذبحون. يا ولد الشيخ فاضل يقول حنا بريين من دم زاهي، ما غير نبحث عن ساس البلا وسط ربعنا. ويش يعني؟ ينكروا انهم مقتلوه؟ ينكروا؟ ما هو لزوم ينكروا يا شيخ، لزوم. قاعد ويش يقولوا؟ يا شيخ مقبل انا اللي شايفه انهم اساس بكل اللي صار، ويجوز هم اللي قتلوا راعيهم. وش هالكلام يا فوزان؟ ما هو معقول يسوي هيك؟ يا شيخ مقبل هم يردوا يحقونا قدام العربان، حتى يرحلونا من الارض، يرحلونا من غير ما تعيبهم العربان. اي كلامه معقول، كلام فوزان معقول يا عم الشيخ. يا ولدي لا تظنوا الظنون الشينه بالعرب اللي كرمونا وانطونا ارضهم، حنا اللي خطينا، حنا البادين. زين خلنا ندور على وضاح. وش هالهرج انت الثاني يا فوزان؟ وش هالهرج؟ وضاح هان وما هقيته بريت الديره وكاد بي احد خافيه ومتستر عليه. وش تقصد يا مناور؟ انا داري عاد، انا داري يا شيخ، وكاد بي احد يحبه ويخاف عليه ويتستر على فعلته هالشينه. اسكت يا مناور، هذا مو كلام تقوله. لا عاد ما هي السالفه تحير يا طويل العمر. يعني ان كان وضاح بري هاي الربع، ان كان بري خلوه يظهر ويقول انا بري. الله اعلم وين هو الحين. المهم يا شيخ مقبل حنا ما نسكت على راعينا، حنا لزوم نطالب بحقه. يا فوزان كف البلا والشر. حنا ما نريد العربان تقول عنا حنا ضعفة، حين تدري بالسالفة وحين تدري ان سكتنا عن حق راعينا. يقولوا اللي يقولوه ولا نقطع اليد اللي انمدت لنا وقت الضيق. احنا عرب وما نريد نشعلها فتنة بيننا، قواعدنا وحدة وتقاليدنا وحدة. احنا اخوان وما نريد نشعلها نار بين العرب، واللي ناوي على الشر ما له مقعد بمجلسي. انت الشيخ والراي رايك. هذا رايي وراي كل واحد يخاف ربه ويرجاه. معقول وضاح يقتل وينهزم؟ عز الله ما صدق. وانا مثلك يا سرابة ما اظنه القاتل. يخوف قلبي يكون مناور ساوى هالشي. مناور ما يقوى على قتل عجه، شلون يقتل بني ادم؟ حرام يا ثرى تتهميها التهمه هذه. لا عاد اتهم من؟ اتهم وضاح الفارس الشهم؟ وكاد وضاح ما هو القاتل، لكن امر يحير. وضاح وين راح؟ وين اختفى؟ وغنام يوم سألتوه ما قال شيء؟ غنام ما يدري يا ترى، ورايح يطقه من الخوف، خايف لا يصيب وضاح شيء. يخوف قلبي عولد الأصل، حين الناس يتهموه ويقولوا عنه قاتل. ربنا كبير وموجود، القاتل ينقتل ولو بعد حين. يخوف قلبي يمه، يخوف قلبي بعد فوات الأوان. وبعدين يا الربع، وبعدين يا وجوه الخير، عجبكم اللي صار واللي وده يصير وحنا نظل ساكتين؟ قولوا ربع الشيخ فاضل تمادوا علينا واقتلوا الراعي زاهي الله يرحمه، والشيخ مقبل ما وده نتحارش بيهم ولا نحاشيهم. قولوا علامكم، سمعتنا بين العرب وش يقولوا عنها؟ وش يقولوا؟ اسكتوا عن حقهم وما طالبوا به. يا حيف نسكت عن حقهم وما يطالب به. حنا نسكت عن كل شيء ولا مناور ولا الدهشان، الا الحق ما نسكت عليه. يا الربع الشيخ مقبل مريض وما اظن يقدر على الشيخه ودها رجل قوي ما يهاب الشده وما يهمه غير صالح ربعه. والشيخه بعد وما عليكم خافي، الشيخه ودها رجل ميسور الحال غني ما يبخل على ربعه. انا اقول ما دام الشيخ مقبل مريض الشيخ فاضل وربعه راح يتقووا علينا. وانا اشمت انت دحام امس ظليت عند الشيخ مقبل مريض، ها ما
عليكم خافي يعني يجوز يومين 3 4 يعطيكم عمره لا سمح الله. الزوم عاد الزوم نعرف مين هو الشيخ اللي بداله. انا فكرت بغنام. لكن غنام هو الثاني مريض وما يقدر على الشيخة ودها رجل قوي ما يهاب الشدة، يطعم المحتاج ويهتم بأمورنا. أنا أشهد يلا يا الربع. الله معاك. الله معاك من ربع. مع السلامة يا مسعود. هلا مع السلامة أخوي. مع السلامة. الله معاك. يقطع شرك لأنك داهية. الله معاك. تفضل يا شيخ تفضل. سلامتك يا شيخ مقبل، عسى ما بي شر. تعبان يا مصيول ماني قادر. سلامتك. حاس اني بنيتي قربت. طرش ورا غنام والربع. قول لهم خليه جوهان. زين، لكن يا شيخ شلون ودي اخلك لحالك وانت هيك مريض؟ سوى اللي اقول لك عليه. اجل يا مصيول. زين يا شيخ زين. يا لطيرة الشيخ مقبل مريض ويريدكم الحال. هذا صوت مصيول. الحق يا غنام الشيخ مقبل مريض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه. الله يرحمه. الربع. لا حول ولا قوة. الشيخ مقبل نطاكم عمره. الله يرحمه. الله يرحمه. يا الله البقية بحياتك يا فوزان. لا حول الله. الله يرحمه. تفضل تفضل يا عم. وش تريد مني يا عقاب؟ وش تريد مني؟ إن كنت تريد تقتلني هذا قدامك اقتلني. لا تستعجل موتك ما هو الحين. خسيس ندل. مش عيب تغلط علي وانت ضيفنا لانك ندل وجبان. ترجل يا عقاب اطلقني وبارزني رجل لرجل. هذا انا جربت. الله يرحمه الشيخ مقبل لأنه كان راعي الكل طيبة. الله يرحمه. يقولوا كان مريض والمرض كان هالكه. كان صابر على مرضه لأجل هموم ربعه، ما كان يشكي ولا يحكي. المهم الحين يا سراب من يستلم الشيخة بداله. هموم ربعنا كثيرة يا سراب. عز الله الشيخة ما تليق غير الغنام. إيه وانا سمعت الشيخ مقبل ينطي الغنام الشيخة من بعده. وغنام يا مصيول وافق؟ ها ويش قال؟ قال ما ادري وش قال. يعني ايش يا مصيول؟ ما فهمت. غنام عمره ما فكر يشيخ على ربعه، لأن الشيخة مسؤولية وهو ما يريدها. غنام لزوم ياخذ الشيخة ما تليق غير الغنام. وانا بعد اقول هيك
الشيخة لزوم ياخذها غنام، لكن عاد مناور حاط عينه عليها. شلون عرفت يا مصاول ان مناور حاط عينه على الشيخة؟ اي سمعته يتسولف مع جوزك فوزان، وجوزك بعد موافق. الله يرحمك يا شيخ مقبل، الله يرحمك، الله يرحمك يا رفيق الصبح. هل انهم قلال اللي مثلك بهذا الزمان؟ ما يبقى غير وجه الكريم، ما يبقى غير وجه الكريم. لا اله الا الله محمد رسول الله. والحين يا اخوي غنام، ويش ودنا نسوي بعد ما مات الشيخ مقبل الله يرحمه؟ لزوم ما حد منا يصير شيخ القبيله. كاد اقول اجمع الربع وخلهم يتشاوروا بالامر ويختاروا. ولو اختاروك انت وش يكون رايك؟ عز الله يا فوزان ما انا داري. الشيخ مقبل الله يرحمه جاني وعرض علي الشيخ ان اسلمها، لكن انا مثل ما انت شايف عاجز ريح الفراش. والشيخة يا فوزان ودها رجل قوي يساعد الناس، وهو الناس تشفق عليه. صدقت. لعد وش رايك بمناور؟ ناور ميسور، عنده مال كثير يكفي العرب كله. الغنى يا فوزان ما هو بالمال، الغنى غنى النفس. ومناور ابد ما يصلح للشيخة. الشيخة ودها رجل امين عادل قلبه على الجميع، ما هو قلبه على ماله وحلاله. شلون نعرف؟ وش اللي يريده غنام هذا؟ وش اللي يريده؟ ما وده هالشيخة إله ولا وده إياها لغيره. وش اللي يريده؟ تظل العرب هيج فالتها بلا يا شيخ. لا يا مناور، ما ظنه صادق، وكاد وده يريدها. علامك يا رجل، انت ودك تهبلني؟ حيرتني معك يا فوزان. هو يريدها ولا ما يريدها؟ وكاد يريدها، لكن هو الحين وده يجس النبض. شلون يعني؟ ما افتهمت. غنام الناس تحبه وتريده، ومشان هيك يريد يتطمن ان الناس تلتف حوله وتختاره، مشان يكونوا سد المنيع ضد ايات واحد يفكر ياذيه. طيب وش نساوي؟ لا تخاف، السلاح اللي وده يلاعبك بيه تلاعبه بيه. شلون نحرق اعصابه ما نخليه يتهنى بيومه. شلون يعني؟ شلون؟ شوف، غنام يخوف اللي مثلك بالناس اللي حوله، لأن ذول هم سلاحه وهم قوته. احنا لو قدرنا نبعد الناس عنه نكون نجحنا وضمننا العز والجاه دوم. والحين انت شلونك يا غنام؟ الحمد لله، هذا انا عايش. شد حيلك يا غنام وتقوى على الحال اللي انت بيه، ترى ربعك كلهم ينتظروك. كل شيء بأمر الله. سمعنا ان مناور يريد الشيخة، وش رايك؟ رأي القبيلة كلها. والقبيلة تريدك انت يا غنام؟ وانا وش ينفع وانا بالحالة هذه؟ لا يا غنام، لا تقول هيج. يكفي قلبك، يكفي عقلك يكون موجود. عقل بلا قوة ما يسوي شيء، اثنينهم يكملوا بعض. لكن الناس تحبك ومالها معلقة بيك. ناس ما تعرف وش اللي صابني. أنا ما صابني غير الهم والغم. سلامتك من الهم والغم وحنا معك. أغلى اثنين على قلبي أفقدهم
الشيخ مقبل الله يرحمه وضاح اللي ما عارف الحين وين. الغايب حشته معاه، هو وضاح بري، ما هقيت يكون قاتل. أنا مثلك يا سراب متوكد إنه وضاح بريء، لكن الحين وينه الحين؟ كاد إنه بحاجة لمساعدة. يا غنام لزوم نبرز ساحته، نثبت قدام العرب كلها بأنه بري. شلون أقدر وأنا بالحالة هذه؟ عين خير يا غنام، وربنا رحيم وكريم يقدر بساعة يغير من حال لحال. يا الوجوه الغانمة، الشيخ مقبل رحمة الله عليه ما طقوا قهر، لأنه اللي كان يحبهم ويثق بيهم غدروه وسودوا وجهه قدام ربع الشيخ فاضل. مات الله يرحمه. مات وهو يقول وضاح هو السبب يا فوزان. ما هي قليلة يا اخوان، ما هي قليلة رصاصة الغدر من الرفيج والصاحب. من اللي كان يصدق منكم من اللي كان يصدق ان وضاح طلع سراق وسراق ايش؟ سراق حلال. تلاقيه هو سرق حلالك بالاتفاق مع الراعي ظاهر. انت ذكرتني بسالفة يا اخوي فوزان، ما كنت احب اجيب طاريها، لكن عاد مثل ما يقولون الكلام يجر كلام. هو صحيح ظل متفق مع الراعي ظاهر على سرقة حلالي، الله يسامحه عاد يا ما قلت له يا اخوان، يا اخوي يا وضاح، يا بعد عينه يا وضاح، حبلة كذب قصير مو هو طويل يا وضاح. اصعب شيء اللي يلاقيك بوجهه. انا اشهد وجه بالظاهر تلاقيها بياض وناصع مثل الحليب، ووجه بالباطن تلاقيها اسود مثل القطران. انا اشهد على كل حال. الحمد لله يا اخوان، الحمد لله. هذا هو انكشف قدام ربعه، ويا عالم عليات ربع اشرار مثله ملتم الحين. مصيره يقع وينال عقابه على افعال الشينة، مصيره يقع. لكن عاد يعني لا تواخذوني يا اخوان، يعني معقول احد منكم ما يعرف عنه شيء؟ وايش درى الربع يا شيخ الناور؟ وايش دراه؟ اسال رفيقه وخويه. قصدك غنام؟ لا يا اخوي فوزان، لا، ما ظنيت انه غنام يعرف عنه شيء وساكت للحين. يكفى عاد يا شيخ الناور، يكفى عاد نظل خافين الحقيقة عن ربعنا، لزوم يعرفوا كل شيء ويفهموا كل شيء. انت عهدت انت ما تستلم الشيخة تكون واضح معاهم. وانا عند قولي يا اخوي فوزان، عند قولي، لكن عاد وش بدي اقول لك، يعني خلص مو هو وقته الحين، مو هو وقته. المتى يا شيخ مناور؟ المتى تظل الخلق عامية عن الحقيقة اللي تعرفها انت واعرفها انا ويعرفها الشيخ مقبل الله يرحمه، وما تلجي الحقيقة. الله يرحمه عاد يا اخوي يا فوزان. وبعدين معك انت، انا ما ودي اجيب سيرة الرجل يعني غنام، الله يسامحه الثاني غنام، يعني الله يسامحه، هذا هو ربنا موجود سبحانه وتعالى واستد منه. غنام يا اللي ما تخافون الله، قاعدين تحكوا عليه وتتبجحوا قدام الخلق. منكم الله. غنام حتى غنام وصلتوه وما رحمتوه من لسانكم. قبل هاني يا سود الله وجهك، وانت وش دراك بالحقيقة؟ الحقيقة واضحة مثل الشمس علي انا يا المهبول. شلون انتوا يا الربع قاعدين وساكتين وتسمعوا الكلام الشين على غنام فارسنا؟ يا حيف عليكم. يا ولد هي مصيوي، وش بلاك يا ولد؟ عز الله لولا قاعدين الجماعة كان قصيت لسانك ابو شبرين هذا. من غير ما تقول انا قايم يا شيخ مناور.
أنا قايم، لكن الله موجود وهو اللي يحاسبكم. أنا ما أحب أقعد في هيك مجلس بنميمة وافتراء وكلام باطل. ارخصوا لي يا الربع. الله ياخذ. امشي من هذا، وعدمني اياك ان شاء الله. ما عليكم منه يا الربع، ما عليكم منه. كلكم تعرفون مصيول. هذا مهبول. لا تاخذوه يعني. يا شيخ مناور، ما عليك منه، هذا مهبول. هذه اخرتها. احنا مو مثل هذا المهبول. هذه اخرتها والله يا فوزان. حكم بينا عواطفنا، ما هو هيش يا الربع. احنا مو مثل هذا المهبول. هذه اخرتها. ها يا الربع يا وجوه الخير، احنا جمعناكم مشان نتباحث بامور القبيله وصالح القبيله. ها؟ ما احنا جمعناكم مشان نتفارق ونصير فريقين، فريق مع غنام وفريق مع مناور. بالله نتفرق وما نقعد فيش بجهل. يلا يا رجال. علامكم انتم وين رايحين يا الربع؟ علامك يا شلخوف وانت يا دحام بعد. مسعود ارجع يا ولد. صوبل انتان علامك مهموم. يا حيف على هالزمان. الربع صاروا يمدحوا الخسيس ويقولوا عليه شهم، والشهم يقولوا عليه خسيس. وش تقصد يا مصاول؟ مناور لما الربع ببيته وقاعد يتبجح ويحكي كلام ما هو زين على غنام، ويقول انه متفق مع وضاح وخافيه لجل يحميه. وش بعد سمعت يا مصيول؟ قاعد يحرض الربع على غنام حتى يخلهم يكرهوه وما يحبوه. سمعت يا وطفة؟ ما رايحين يكفوا بلاهم عن غنام. غنام لزوم ما يسكت. شلون هو بهذه الحالة؟ لا يا سراب، غنام ما هو لحاله. غنام كل الربع حاولوا يحبوه ويريدوه، هو اللي يحركهم ويستمد قوته منهم. لكن نضل ساكتيج، ريح الغدر راح تهب عليه وراح يخسر بالنهاية. يا خوفي تمسحوا من عقول الناس. إن هو سكت حنا لزوم ما نسكت، لزوم نفعل شيء يا وطفة. السلاح الوحيد اللي بيد مناور هو وضاح. لقينا وضاح واثبتنا براته، انتصرنا على مناور. وضاح وين نلقاه الوضاح؟ ندور عليه، وانا بجال وانت بجال. يا وطفة ما انا مثلش بركوب الخيل وحمل البارودة. لا يا سراب، انا ما قصدي تطلعي معي. انت خلي جهان، خلي تجنب غنام، ولزوم تلحي عليه ان يكون صاحي من ريح الغدر، لا تهب عليه. يعني اللي مثل مناور ما يهد بسيفه، يهد بسيف غيره، لانه قادر يشتري كثير من النفوس الضعيفة. فهمت عليك. وانتي؟ انا ما تخافي علي، ما طول بارودتي معي اقدر ادور على وضاح واحمي روحي. لكن ارض الله كبيرة، هو انتي مهما تكوني تظلي حرمة. انا اقدر اروح معها وحميها. لا يا مصاول، انت خلك هان وانا اطلع
من باكر الصبح، لكن أنا أقول إن وضاح ما هو بعيد، هو بأطراف الديرة، لكن وين؟ هذا اللي اللزوم أعرفه. ربنا معك يا وطفة، من باكر الصبح إن شاء الله أطلع وأدور عليه، وقبل الليل إن شاء الله ألفي، وأنا رايحة أكون قريبة من غنام وما تركه الحال. أنا راح أحرس غنام بالليل وما نام، وإذا صار شيء أعلمكم. ربنا يوفقنا ويحمينا. شفت يا فوزان مصيول الهبيلة وش ساوى؟ اهدأ بس، اهدأ وما عليك الحين. شلون اهدى؟ شلون يا فوزان؟ شلون اهدى والكل انسحب وما ظل بمجلسي غير 2 3؟ ما يهم الراح وما يهم الظل، المهم انهم سمعوا الحكي اللي قلناه، وحتى مصيول واكيد فكروا بيه واحتاروا. اي هذا انفكروا. يا شيخ مناور، غسل الدماغ ما هو بالشيء الهين، غسل الدماغ وده قعدات كثيرة. يا حوينة القهوة بيهم، الله يعدمني اياهم، ابصر كم من دلة قهوة شربوها. لا تكون بخيل يا شيخ مناور، لا تكون بخيل. يا هم لالي ماني بخيل يا اخويا فوزان، لله ماني بخيل مثل غيري. الله يسامحك يا مناور، الله يسامحك. بدك تعايرني؟ اي انا اقول الصحيح يا فوزاني. انت الحين زعلان وما اقدر اتفاهم معاك، بس اللي اقوله قبل ما امشي ان القهوه اللي شربوها ما راحت بدون فايده، والنوبه الثانيه لزوم تعشيهم بعد. اعشيهم؟ يا هم لالي، والله يا هم لالي، الله جعلهم لا ياكلوا ان شاء الله. اي والله الله جعلهم لا ياكلوا. مو هو قصدي يا اخوي انا البخل، انا ماني بخيل، ماني بخيل، لكن يا اخوي هذه طريقه الشيخه طويله وتجيب وجع الراس. يا عمي انا هيج يا اخوي فوزان، انا حر ومرتاح. يا عمي اطلقني، انت حر انت. خل غنام ياخذ الشيخه. حلال عليه. اي حلال عليه، انا ما ودي الشيخه. شراب؟ ما ودك شراب؟ وش لها علاقة سراب؟ شراب تدري ان عينك انت على الشيخة وعين غنام بعد، وهي قالت الحرمتي، قالت انها متشوقة تشوف النتيجة وشوف مين اللي ينتصر بالتالي وياخذ الشيخة، ها؟ وتكون سراب حليلته. يعني هيج قالت سراب؟ هيج قالت، انا سمعتها بذاني هذه، ها؟ وبعدين لو غنام خذ الشيخة منك تقول هيبتك قدام الناس ما تظل لك قيمة. حيرتني يا اخويا فوزان، حيرتني. لا تحتار يا شيخ مناور، لا تحتار. انت مشيت الطريق وما لزم توقف الحين يا مناور، قصدي يا شيخ مناور. وين الرجال؟ وين صقور العشيرة؟ وين النشامة صلفين الأقدام؟ الشيخ مجبر من النار ربي يجيره، مرحوم يلي للمواجيب قصار، وضاح رفيجي بالدروب العسيرة، قرمن عنيد ومشيه مع الخيل قدام. يمن دره وين وش هو مصيره؟ هو حي ولا عليه الثرى زام؟ وانا على فراشي مثل الهشيرة، والنامة والعربان العين ما تنام، من عقب ما كنت الربعي ذخيرة.
حامي القبيلة والنادى والناس غنام. يا رب يا رب يا مهون الأمور العسيرة، اشفني يا من الأحوال علام. يلا انت حيكم والله، يلا انت حيكم. يا هلا يا هلا بيكم. يا ريت عامر، يا ريت عامر يا شيخ مناور. صحة وهنا يا صحيح انك كفيت ووفيت. يا ما شاء الله على الهزاد، يا ما شاء الله. تقول 10 عشات؟ خوف الله انه اكثر. ما هو هيك عناد. مهنة ولكم عندنا مثنى ان شاء الله، صحتين وعافية. ترى يا اخوان انا مالي وحلالي هقدمه كرامة للغانمين. اي والله. تسلم. الصحيح يا شيخ مناور انك كفو من اهلها. ما هو هيك الربع؟ اي صحيح والله. بارك الله بيكم، بارك الله بيكم. والحين يعني يا الربع بعد ما كليتهم ودي اسالكم هذا السؤال. قول يا طويل العمر. جيرت الله يا اخوان على الجميع، جيرت الله عليكم جميع. اللي بيته يحتاج لشيء يعني يقول لي. ترى انا اهل يا اخوان، وانا يعني ما دام رايح استلم الشيخه الزوم ادير اموركم من الحين. والراعي الراعي مسؤول عن رعيته. كفو كفو يا شيخ مناور، كفو. الصحيح انت تقول وتفعل. بارك الله بيك يا فوزان. انا يا اخوي نفسي ما تكون مرتاحه ان كان واحد من ربعي ينام جيعان. ترى يوم انا اشوف الربع كلهم مرتاحين انا اكون مرتاح. يا حزن قلبي يا حزن قلبي لو اعرف ان احد من ربعي ينام جيعان. تراني يعني انا ازعل هيك وما انام الليل. شهم وكريم شهم وكريم وما بي مثلك بالعربان كلها. بارك الله فيك يا اخوي. او الشولة عاد يعني ما دام انا رايح استلم الشيخه الزوم يعني ادير اموركم وانا اصير يعني هيك قدوه للجميع. الحقيقة مهما غابت لابد ما تظهر مثل الشمس. ما دام وضاح بري يا سراب، ليه ينهزم؟ ليه ما يدافع عن حاله؟ بي شيء غريب اللي صار، ما يظهروا غير رجعة وضاح. لا تواخذنا يا غنام، جينا نسألك كم من سؤال. تفضل اقعد. احنا مستعجلين وما بي لزوم للقعود. يعني بدكم اصب لكم القهوة على الواقف؟ اسكت وما تحكي وامشي من هان. امشي امشي. خلك هان يا بصير. وانت اطلع برا البيت يا مناور. يا غنام بتطردني؟ ايه انت ما احترمت البيت يا مناور، واللي ما يحترم البيت لزوم يطلع برا. زين زين يا غنام، انا ما رايح احاسبك على كلامك لانك عاجز. اسكت يا مناور اسكت، لا تنسى انت تحكي مع فارس قبيلتنا. قول يا مناور وش بدك؟ اريد وضاح يا غنام. وضاح ما هو هان. قلت لك انت تسكت. لكن مصيوي قال الصحيح. انت كذاب وانت تعرف وين هو الحين. اسمك ما تندم على هذا الكلام يا مناور. يا هم لالي انت بتهددني؟ قول يا مناور وش بدك؟ قلت لك يا غنام اريد وضاح. وانا قلت لك وضاح مو هذا. لله انت تعرف وين هو الحين والزوم تدلنا عليه ولا تكون رفيقه بقتل الراعي. تفهم؟ امشوا يا رجال. يا حولتك يا هالديرة، واللي صار بيك واحد مثل مناور يتطاول على غنام. يا حيف يا حيف. الصحيح انه مناور نذل واللي يخاويه نذل بعد. اصب لك قهوة يا غنام؟ لله يا مصير. عندي
حكي مهم مع غنام وده حكيه. روح مصير. زين. يا غنام يا اخوي، انا اعرف انت قديش تحب وضاح وتعزه وتعتبره مثل خويك، لكن غياب وضاح عن الديرة ما هو صالح، لزوم يرجع ويدافع عن نفسه. عمري ما ندمت لحظة بحياتي مثل هذه اللحظة يا فوزان، لكن أنا عاجز مثل ما أنت شايف، ما أقدر أواجه اللي صار. اللي صار أنت مالك ذنب بيه، لكن أنا ردتك تكون أوعى من هيك. في أشياء جوات قلبي خافية ما أريد أبوح بيها لأجل ما أزيد همومك هموم، لكن لا، لزوم تتنور بالحقيقة يا غنام، لزوم تعرف الحقيقة الخافية يا غنام يا أخوي. ما أقدر أقول، ما أقدر. يا فوزان، فوزان غنام ما عادت تخوفه الهموم. قول يا فوزان، غنام ما راح تصيبه مصيبة أكثر من هيك. لكن اللي جوات قلبي أكثر من همومك يا أخويا غنام. اللي جوات قلبي بيطعنة الرفيق الرفيقه، بيطعنة الأخ الأخوه. وضح كلامك يا فوزان. صدري ما يطيق أخفي الحقيقة. سامحني يا أخوي غنام، سامحني سامحني إني توانيت عن قول الحقيقة بعد فوات الأوان، لكن الحين لزوم تعرف كل شيء. يا فوزان أخوي، أنت شغلتني عليك، أنت كلامك فيها الغاز، وضح كلامك يا أخوي غنام. ما كانت تسيل تحت رجليك وأنت ما أنت عارف. وضاح ما هو خويك، وضاح عمره ما كان رفيقك. وضاح انت ارتيت بكثير من وقتك، دربته وقويته ولبسته لبس الفارس، لكن هو من جواته ما كان يتحلى باخلاق الفارس اللي تظنها. كان يحقد عليك، كان يكرهك. فوزان هذه الحقيقة، ومهما تكون الحقيقة مرة لزوم تسمعها وتعرفها يا اخوي. لا ما تصدق، وضاح ما يسوي هيك. لكن هذه الحقيقة يا غنام. فوزان خلي الحقيقة خافية علي، مهما كان ثرها على قلبي أنا قابل، لكن إنها تمس وضاح لا ما أريدها. وضاح كان دوم يخدعك، وضاح كان ينتظر اليوم اللي يغدرك بيه. قول يا أخوي غنام، مين كان ينتظر بديرتنا القديمة يوم رجعتك؟ وضاح. ومين كان يعرف من العرب كلها انك رجعت؟ وضاح. بعد شلون تدبر لك الكمين وانت راجع؟ ها؟ وشلون الطلق صابك انت وما صابه هو؟ لا يا فوزان، لا ما حقيت ان هذا هو الصحيح. في سالفة قديمة كان ودي اقولها وقتها، لكن خفت انك تفهمني غلط وما تصدقني، لكن الحين لا لزوم اقول. قول يا فوزان، وش هي؟ عقاب يوم ان اسرته انت، العرب كلها صارت تمدح بيك. وضاح الحقد ملا قلبه، شكيت بيه وصرت اراقبه وشفته بعيني هاي يطلق صراحة عقاب وخلاه ينهزم. مو معقول، لكن وضاح حبيبتي. فشر ان يكون واحد مثل هذا ربيبتك. فشر. وضاح دومه ما كان يريد لك الخير. قلت لك هاي النتيجة، شفت؟ قتل راعي مسكين حتى يرمي نار فتنة بين العرب.
والحين هو الله يعلم وش يفكر وش راح يسوي بعد. يكفي. الحقيقة مر، لكن لزوم تعرف. غنام، لا تصدق اللي ينقال. وضاح بري، وضاح ما يبوق بيك، ونشهد انه بري. كان وضاح بري، العاد وينه؟ وينه؟ قلبك عدو ظالم يا عقاب، اللي مثلك ما يخاف الله. يا ما اقتلت ونهبت، ما تريد تتوب يا عقاب؟ أتوب؟ ومين قال لك إني أريد أتوب؟ ها؟ ناري ما تبغى تنطفي إلا لما أشوفك أنت وخويك غنام تحت التراب. زين يا عقاب، هذا أنا قدامك أسير وما مع سلاح، اقتلني. لا تستعجل على موتك، لسه ساعتك ما جاية. ها؟ ربك موجود يا عقاب، ربك موجود يا عقاب، هو اللي اقوى مني ومنك وقادر يقص عمرك. عاد على يدك؟ لو على يد غنام العادي. ضربني يا عقاب هو اللي يقص عمرك. ضربوه. الحق يا غنام، الحق يا غنام. مناور وجماعته طلعوا يدوروا على وضاح. مش اقدر اسوي. انت لزوم تتخلى عن وضاح، انت لزوم تحميه وتساعده. شلون احميه؟ شلون وانا بالحاله هذه؟ يا غنام سوي ما ودي اتدخل احد، ما ودي اسمع احد، لكن ما ودي اشوف احد. هذه سراب يا غنام. مناور وجماعته طلعوا يدوروا على وضاح واللي لقوه يقتلوه. وش اسوي انا؟ وش اسوي؟ ما ودي اسمع احد، ما ودي اسمع مشورة احد. غنام ما هو مثل غنام الاول. لا لا يا غنام، لا تقول هيج، لا تخلي عزيمتك تضعف. حتراحمني. الشك ينهش قلبي، ينهش قلبي. الديرة قايمة قاعدة وما حدا يطيب له زاد، وانت قاعد تاكل بنفس ولا انت سائل. يا علي انا قمت بيه والباقي عربة. يا رجل يا رجل قوم وروح لغنام عقله شوي، اللي يساويه مع سراب ما هو زين. خش مش دوم تحشريه باللي مالش نفع بيه، ولا ويش دخل بهاي السالفة. يا فوزان يا فوزان، الجار للجار وحنا اهل، لزوم نقف مع بعض في وقت الشدة. ما انت شاطر غير مع مناور ترشده وتنصحه وتشور عليه. مناور؟ مناور من وراء النيرات، لكن غنام ما من وراء غير وجع الراس. يا الطمع اللي بيك يا فوزان، ما تريد تخلص بدنا. وقفت لسانك في حرمة، خلينا في زادي. انت ما تغير من مناور؟ ما يحرك بيك شيء؟ مناور؟ هي مناور، مناور اللي يريد يكون شيخ عالديرة. ليه ما تفكر مثله؟ ترجينا اصير شيخ يا ترى؟ ليه لا؟ ايش نقصك؟ لكن انا ما افكر بهيك اشياء. لا عاد خلك نفكر بالزاد اللي ما تشبع منه. يعني قالت انا اصلح اكون شيخ؟
يا ريت يا فوزان يا ريت. ومدام غنام رافض، انا اشوف انك اصلح واحد تكون بداله. لكن انت ما عليك غير سايد غنام وتكسبه لصفك، وبعدها هو اللي يرشحك. كلام مش معقول. ويعرف ان الشيخ عودها مال كثير ولا ما عندي؟ يعني غنام عنده. بيني وبينك غنام قاعد على كنز. كنز؟ وايش دراك يا فوزان؟ انا اقول لك بس انت ما تقولي لحد. تمهز علي يا فوزان؟ هذه اخرتها؟ بعد كلامك هذا كلام تدينا الشيخ على الربع. انا الحق علي لا يصالحك. صالح انا عارفه زين يا حرمه. وباكر الايام تعلمك منه فوزان. هذا انا قاعده انتظر. لكن اقول لك يا فوزان احذر مناور. ها علامه مناور ما هو قليل. لا تخدعك شوفته مثل الهبيله، ترى من جواه عامل مثل الحيه الركضه. والعلم عند الله انه هو ورا كل هالمصايب ووضاح بري. وضاح لو كان بري كان رجع برا نفسه. يجوز انه واقع بمصيبه، يمكن انه اصابه شيء وهو بعيد عن هله وديرته. وضاح قاتل يا حرمه، قاتل والكل تتهمه. الكل غلطان يا فوزان. لدي يا حرمه انت ما عليك غير ببيتك، ما تفكرين غير ببيتك وبجوزك. حنا ما ناقصين وجع الراس. شلون يعني يا فوزان؟ ما تريد نفكر؟ تفكيرك ما اريده. تفكيرك هذا اللي يجيب لي وجع الراس انا ما اريده. وبعد اقول لك هذا الموضوع ما تحكين بيه قدام احد، وبالاخص قدام هاي سراب وهاي اللي اسمها وطفه. وليه ما تريد نتكلم يا فوزان؟ ما اريد هيك، ما اريد وجع الراس. لا عاد قول هيك، قول انك خايف على سمعة مناور رفيقك. ليه ما خاف على سمعته وانا نستفاد من نيراته؟